السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معاكم شيكو ستيكو. طبعا احنا معانا ماكينة القهوة أريتي بنتكلم عن تنظيفها. طيب في ناس بتشتكي ان التانك بتاع اللبن بيبقى مسدود وما بينزلش منه لبن خالص، بخار بس او صوت البخار، لكن مفيش اي لبن بينزل منه خالص. طيب مشكلته بتبقى مسدودة بسبب ان اللبن بيكون له وش خفيف، ممكن ما يبانش، او وش تقيل على حسب نوع اللبن كامل، خصوصا اللبن كامل الدسم. الوش دوت بيسد عصا التبخير دي اللي هي الستيم دي، بيسدها من جوه. طيب احنا نعمل ايه بقى علشان نتفادى الموضوع ده؟ اول حاجه احنا زي ما قلت وريتكم في فيديو تنظيف المكنه، بنعمل التنظيف اللي احنا بنحط ميه في التانك بتاع اللبن. طبعا انا شايلاه من التانك ده عشان بس اوريكم حاجه تانية خالص. وبنشغله بحيث ان احنا البخار يدخل هنا في الستيم ويبقى سخن ويدخل في الاجزاء الداخليه من جوه. بعد كده طبعا ممكن ما ينزلش كمان ميه، يفضل بس منزل كده شكل او صوت البخار وبخار بس، لكن ما برضو ما ينزلش ميه. احنا في الحاله دي هنروح هنسيبه يهدى شويه لان طبعا ده هيكون سخن، وهنفك الستيم دي، العصايه دي هنفكها كده بسم الله، هنشيلها خالص وهننضفها من الداخل، وهننضف الجزء ده. ممكن تلاقوا فيه رواسب من اللبن، وضروري ضروري يكون عندكم فرشه من فرش التنظيف الرفيعه وننضف الجزء الداخلي ده للستيم ده. ضروري ضروري الجزء ده ينضف من الداخل. طيب ايه كمان؟ وكمان لو فتحتوا الجزء ده هتلاقوا برضو فيه هنا لبن او بقايا من اللبن موجوده، برضو هتنضفوها بالفرشه والميه، ومحدش يقلق ان الميه تدخل هنا ولا هنا. كمان الفتحه دي الفتحه اللي بتوصل بيه الجهاز نفسه، علشان هنا يعني بيتم ضخ البخار هنا او الباور بتاع الجهاز اللي بيدخل لي هنا البخار، بيدخل لي الباور بتاعه علشان يطلع على هيئة البخار بتاع اللبن او اللي هي المية، يعني سوري لو كان فيها لبن يعني او مية اقصد. المهم الجزء ده برضو مش عارفه هو واضح كده، هو عبارة عن فتحات كده من جوه بس مش واضح قوي في الفيديو. عبارة عن فتحات كده من جوه، 4 فتحات برضو بفرشة تنظيف ومية، ونزق كده وتتنضف ان شاء الله باذن الله، وهتبقى زي الفل. بعد ما ننضفهم ننضف الجزء ده بالمية، والجزء ده يبقى ما فيش فيها اي بقايا، وكمان عصا التبخير دي ننضفها، ونشوف برضو الجزء ده برضو اللي هو متوصل بالبلاستيكية بتاعت اللبن دي، كل ده يتنضف. وبعد كده نرجع نعمل نحط في التانك بتاعها ميه ونشغلها تاني ان شاء الله. في الوقت دوت مش هتلاقيها مسدوده ولا اي حاجه، وهتلاقيها اشتغلت وبقت زي الفل. تمام ان شاء الله تجربوا الطريقه دي، انا مجرباها لان الموضوع السد ده حصل معايا انها اتسدت، وحصل كده بسبب وش اللبن، وجربتها والحمد لله نتيجتها طلعت تمام زي ما بقول لكم كده. وفي حاجه بس نسيت اقولها، بعد ما تنضفوها بالميه والفرشه والكلام ده سيبوها تنشف تماما، ما تستخدموهاش على طول، يعني حتى لتاني يوم سيبوها تنشف، تاكدوا انها نشفت لتاني يوم، وبعد كده استخدموها وان شاء الله هتلاقوا نتيجه كويسه جدا. شكرا.